السلام عليكم طلاب الصف الثاني الإعدادي Prep 2. I hope you're doing well. هناخد النهاردة الوحدة السابعة Technology and the Future Term 2. Let's get started with lessons 1 and 2. نبتدي بالدرس الأول والثاني. الكي vocabulary الكلمات الرئيسية app, benefit, clever jacket, delivery, electricity اللي هي الكهرباء, headphones, helicopter, invent, عندي invention, motorbike, online shopping, push, shop. طبعا الماضي من shop ضاف حرف البي هنا وضاف ed. online اللي هو التسوق عبر الإنترنت. solar panels الطاقة الشمسية. speed, technology. additional vocabulary الكلمات الإضافية يعني article, businesses, description, environment, flying, free time. أو كأنها حرف واحد دي أو اللي هي يدين I owe you يعني أنا مديون لك يعني. pass يجتاز ينجح يمر أو تسوي كلمة succeed in ينجح فيه. prediction, prefer, real, resources, science fiction, used, war, wing بمعنى جناح. شوف الكلمات دول قال لي complete. I always take the train to work as it moves at high speed بتتحرك بسرعة. نيرة spends here بتقضي معظم free time بتاعها وقت فراغها learning تعلم لغة جديدة new language. please من فضلك the door to open it قال له push دع ادفع الباب عشان تفتحه ادفع. طبعا language expressions حروف الجر هنا do قصد التعبيرات اللغوية do the shopping يعني يقوم بالتسوق have a choice take turns. طبعا هنا يقوم بالتسوق ده ايه النشاط يعني أو who does the shopping مين اللي بيقوم بالتسوق. يبقى هنا في واحد بيقوم بالتسوق ايه على طول يعني. لكن لما اقول go shopping يعني يذهب للتسوق ممكن واحد يروح او تاني يوم ما يروحش مثلا. لكن do the shopping اللي هو النشاط نفسه وده طبعا ده في واحد بيقوم بيه. have a choice لديه خيار. take turns هنا make a story يعني يكتب قصة ويؤلف. make electricity يولد الكهرباء. make pollution تلوث. البروبوزيشن حروف الجر اللي عندي agree with يعني اتفق. disagree with at the speed of change into طبعا الأرابيك موجود هو. famous for مشهور به. find out about يعرف يكتشف عن. for or against مع وضد. go for look online for. make into on the road. push into the air. translate into يترجم إلى Arabic English. useful for مفيد لي. wait for طبعا حروف الجر دي ركز عليها. قال لي هنا ال conjugation of verbs irregular verbs الأفعال الشاذة. طبعا الفعل الشاذ من شكل لشكل become الماضي منها became. drive drove والتصريف الثالث driven وهنا become. find found طبعا هنا حروف الجر التصريف الثالث يجي بعد مين have has وهاد أو المبني المجهول. هنا البريزنت الماضي المضارع هنا fly flew flown. spent يقضي أجازة أو ينفق فلوس. هنا wear wore worn يلبس يرتدي. هنا words and opposites الكلمة عكسها important عكسها unimportant. online offline. pass fail يفشل يرسب. save ينقذ يبقى waste يضيع. يبقى هنا الكلمة الopposite والانتونيم العكس opposite antonym. strong عكسها weak قوي ضعيف قصدي. useful useless عديم الفائدة. نشوف الكلمات دول. we a choice في خيار. watching قلنا كلمة ايه اللي يجي مع كلمة a choice have أو has مع المفرد
he she it أو الاسم المفرد he has she has، إنما I with you have. طيب هنا this invention can push you into the air، الاختراع ده هيدفعك في الهواء at the speed of a fast car، بسرعة عربية. you are quite weak، أنت يعني ضعيف شوية إلى حد ما. you should eat to be، لازم تاكل عشان تكون إيه strong قوي. I don't want to، مش عاوز much money on clothes، تضيع فلوس كتير على الفلوس الملابس يعني clothes. هنا بيقول لك ايه use دي يجي بعدها اسم شيء وتو المصدر. this clever jacket، الكليفر جاكيت ده uses an app، يستخدم تطبيق يعني to make you warmer. تمام كده، يعني اقول كده I use a knife، استخدم سكينة to cut the bread. I use a pen to write، وهكذا. useful ده الصفة، useful يا جماعة حرف الجر for، و something أو فعل ing، يبقى ممكن يجي بعد useful something. يعني my car will be very useful for traveling ing هوات. يعني مثلا أقول this road is useful for إيه؟ for مثلا traveling، زي ما قال هوات. أو this book is useful for مثلا knowledge، مهم مفيد في المعلومات يعني، أو for مثلا for cooking للطهو. this book is useful for cooking، مفيد في الطهو. help طبعا يجي بعدها مفعول، إذا كان مفعول me him here أو us you them، وهنا والمصدر أو to والمصدر. تمام كده، أو ليه it helps people المفعول أهو speak or to speak، يقول help people speak يا to speak. أو they helped me ساعدوني مثلا إيه write أو to write. he helped me هو ساعدني مثلا explain the lesson أو to explain the lesson، يشرح للدرس، وهكذا. spend يقضي، تماما يقضي وقت، وتاخد ايه بعدها اهواتي زي ما قلت you spend a lot of time lots of time traveling او ing اهواتي to the shops. تمام، يبقى كلمة spend يجي بعد ايه ing وقت، او اللي هي spends 2 hours بيقضي ساعتين studying في المذاكرة. he spends يقضي an hour watching TV، مشاهدة التلفزيون. تمام كده، أو تيجي مع اللي بتاخد حرف الجر on، أو اللي he spends 100 pounds ضيع مثلا 100 جنيه on إيه هنا on مثلا buying clothes في شراء الملابس مثلا، يبقى تاخد حرف الجر on لما نكون هننفق فلوس. كلمة waste هنا يجي بعدها وقت وفعل ومصدر وأضاف له إيه ing. قال لي كده I don't like to waste time waiting for a delivery، مش عاوز أضيع وقت بستنى مين delivery. يبقى هنا أقول he wasted ضيع an hour waiting the bus، مستني الأتوبيس. تمام كده. prefer طبعا كلمة prefer هنا بمعنى يفضل، يجي بعدها اسم أو ing، أو I prefer tea to coffee، أفضل القهوة على الشاي على القهوة. أو يجي بعدها اسم ing، أقول كده I prefer drinking tea to drinking coffee. جت هنا اسم هو I prefer football to basketball، أو I prefer playing basketball to playing tennis. يبقى تاخد حرف الجر to، يفضل كذا عن كذا، يا إما يجي بعدها اسم أو ing. يعني أقول أنا أفضل اللغة الإنجليزية عن الأرابيك مثلا I prefer English to Arabic، أو I prefer Arabic to English. أو ممكن أجيب بعدها فعل I prefer مثلا studying Arabic to studying English. تمام كده prefer يفضل.
طب نشوف هنا الكلمات دول. You shouldn't spend all your time spend ما تضيعش كل وقتك، يعني يجب ألا تضيع وقتك إيه؟ هنا قال لي طبعا playing ing، ماشي زي ما شفناها فوق أهي، عندك spend ing، ناخد إيه؟ playing. Farmers use their animals، الفلاحون يستخدموا الانيمالز بتاعتهم إيه؟ to help، هي دي use to help. فين عندي هنا؟ نشوفها من عندي use to، ياخد بعدها مصدر. نيجي هنا my mother always helps، دايما الوالدة بتساعدني. قلنا كلمة help دي يجي بعدها مصدر أو to المصدر، فهنا قال لك اتنين هما دي و to study، يبقى عندي نمبر A و B، لكن ميجيش بعدها ing، وأحيانا تاخد حرف الجر with. أو my mother always helps me with my homework، بتساعدني دايما في الواجب بتاعي، يبقى تاخد حاجتين يا to أو مصدر بدون to. نشوف هنا words and synonyms، الكلمة وما يساويها في المعنى. فقال لك هنا pass، ايه اللي يساويها؟ قلت لك قبل كده في بداية الفيديو أنا succeed in، وطبعا succeed in هنا يجي بعدها ايه؟ ing أو اسم. he succeeds in نجح في، succeed in مثلا playing tennis أو in tennis أو in studying Arabic أو in Arabic وهكذا. useful، طبعا useful يعني مفيد. طبعا هنا ايه اللي سواه في المعنى؟ helpful، راجل ده معين ومساعد وخدوم helpful. عندي هنا السفكس اللاحقة، يعني الكلمة المقطع اللي بيجي في نهاية الكلمة، قصدي السفكس يعني لاحقة، زي كلمتين الاي او ان دي او اف يو ال. فكلمة invent لو ضفت لها اي او ان تبقى invention، بقت اسم هنا اختراع، يعني الفيرب الفعل ده باسم، يبقى الاي او ان تحول الفعل الى ايه؟ اسم. use يستخدم، لو ضفت لها full تبقى useful مفيد، تمام. يبقى invite يدعو تبقى invitation دعوة. inform يعلم يخبر تبقى information معلومات. useful وعندي كلمة full تاني، أو الwonder wonderful رائع وهكذا. تمام. help helpful، تمام، فعل بإيه؟ بإيه صفة، أو بإيه هنا بإيه الصفة helpful. بيجي هنا قال لي كلمة invent هنا جت عندي، ممكن أقول له ضفت لها ين تبقى invention اختراع باسم هوات، تمام كده. invent invention، invite invitation، عندك invitation ضاف لها اي بس حذف الاي او الاي هنا، تمام. يبقى هنا الكلمات المتشابهة كلمة invent وinvite. شوف القراءة بتاعتها دي invent يخترع، انما دي invite يدعو، هنا invention وinvitation. نشوف الكلمات اللي عندي هنا. طبعا listening ده listening طبعا، وده الشوبينج اونلاين، الريدنج طبعا. Angie, I love online shopping. Shopping online is great. Firstly, it saves me time. بتوفر وقت يعني. I don't want to spend lots of time traveling to the shops. I can stay at home and buy things I want in a few minutes. Secondly, I have more choices online also. If more people shop online, there will be fewer cars on the road and less pollution. I will do all my shopping online when I am older. باهر I prefer going كلمة prefer قلبها ing to real shops in my city. Every time I buy clothes online, the thing that I buy is wrong. At a shop, I can see what I am buying and I can try it first. Also, I don't like to waste my time waiting for a delivery. I want things now. If anyone shops online, the shops in our towns and cities will close. If they close, then a lot of other businesses like cafes will close too. يعني مميزات العيوب البلاء أو الشراء على النت أو من مباشرة. choose the correct words. هنا بيقول لك كده
Some people think that online shopping saves me time and money. Others like to spend time with friends at the shops. We all have the choices to either do shopping online or go shopping shops. But it's need to think of the benefits of both first. هنا بيقول لك اهوتي هنشوف الكلمات دي على اللي قرناه. is a small computer كمبيوتر صغير هنا اللي هو ايه اناب اللي هو تطبيق اناب ليه ان عشان الاي هنا اناب اللي هو تطبيق صغير برنامج كمبيوتر نستخدمه اونلاين اون موبايل. This a clever jacket uses an app to make you warmer. I ordered a medium pizza but the was late. الدليفري اتأخر. طلبت بيتزا بس ايه I like to use my عاوز استخدم ايه to listen headphones عشان اسمع الميوزك on mobile phone. The road is not big enough for cars. الطريق ده مش كبير للعربيات. But you can go down it on a motorbike دراجة بخارية يعني. I would like to a machine to tidy my bedroom. أنا عاوز أخترع آلة عشان ترتب الحجرة بتاعتي. Some people think shopping online بعض الناس تعتقد إن الشراء من على النت بيعمل إيه؟ time saves يوفر وقت. We should use لازم نستخدم هنا إيه؟ on buildings in sunny countries like Egypt نستخدم السولار panels الألواح الشمسية في بلد زي مصر فيها شمس. Which do you think has changed our lives the most؟ ايه اللي تعتقد which ايه invention الاختراع اللي غير حياتنا which one؟ regular exercise التمرين المنتظم يعني has many ايه benefits فوائد for your health لصحتك. Many people can their shopping online do بيعملوا do shopping. My dad owns والدي بيملك two small ليه هنا businesses. He has many workers أعمال هنا أو شركات businesses. I agree كلمة agree هنا agree with أتفق مع فكرتك. To go to the park. We a lot to our إحنا مدينين للوالدين نحن ندين لوالدينا و teachers we all هي دي. cutting down trees قطع الأشجار can pollution يعمل إيه؟ يسبب تلوث make pollution. My friend asked me to wait إيه؟ for her wait for ينتظر لي حرف الجر for. نيجي ناخد هنا الفيوتشر with will المستقبل مع will. طبعا هنا I will live in a big city when I'm older أنا هعيش في مدينة كبيرة لما أكبر يعني I will والمصدر وطبعا will يجي قبلها إيه أي فاعل جمع مفرد I he she with the you plural singular مفرد مش مشكلة يجي بعدها إيه مصدر بمعنى سوف وتعبر عن شيء في المستقبل future. قال لك هنا بستخدمها لما أكون في شيء بتنبأ بشيء بدون دليل. It's my opinion رأيي أنا شايف كده لكن ممكن أنت ما تكونش شايف كده يبقى أتكلم عن دليل بدون تنبؤ بدون دليل. تتكلم عن your opinion رأيك أنت أو محمد صلاح والمثلا stay in ليفربول هيبقى في مين؟ هيستمر في ليفربول. It's my opinion ده رأيي أنا. ليفربول will win the Premier League هاخد الدوري الإنجليزي مثلا. It's my opinion I don't know دون دليل وهكذا. تمام. he will come tomorrow سيأتي غدا دون دليل maybe he won't come ربما ما يجيش وهكذا. the new bikes will be very useful for traveling. قال لك الدراجات الجديدة ستكون مفيدة للسفر. طبعا هنا will يجي بعدها ايه مصدر فعل لكن لو جه بعدها صفة لازم يجي بيه بعدها will أو won't. سيكون أو he will be angry he will be rich he will be hungry
he will be مثلا happy، يجي بعدها صفة. طيب ازاي اتكون ازاي؟ قال لك في الافيرماتيف الاثبات الفاعل هنا قال لك اي فاعل جمع مفرد مش مشكله. will والماضي من او القصد الاختصار الابريفيشن الشورت فورم ابوستروفي ال تبقى ازاي؟ او الايل هيل شيل ويل زيل يول ويل زي ما انت شايف كده اللي دي ايل ويل ذيل يول هيل شيل اتل. أرى هي دي اتل. لكن لو قلت الصيغة الطويلة I will we will they will you will he will she will it will. لكن لما اختصر أقول إيه اتل he'll will they'll you will وهكذا. اللي سارة will go ستذهب. they will buy يشتري. طب عاوز أنفيها بمين؟ will تبقى won't والمصدر will not أو won't والفاعل طبعا. my father will won't come مش هيجي late tonight مش هيجي متأخر ليلة. إناس أنس and كادي won't visit their grandparents tomorrow مش هيزوروا. الكويستشن عاوز أعمل سؤال بيس نو بمعنى هل، يبقى أجيب will قبل الفاعل. أقول لك will you come tomorrow will you study Arabic will you play tennis will you close the door will you مثلا sleep early. يبقى will قبل will he will she will they will you والمصدر والعلامة استفهام بمعنى هل. will you travel to Alexandria next Friday holiday. طبعا الإجابة yes I will أو no I won't. yes he will no he won't yes she will no she won't حسب الفاعل هنا. وتحول الآي إلى هنا في الإجابة هنا كان أصلها هي دي you لما تجاوب تبقى will أو we وهكذا. ال WH اللي هي إيه؟ اللي فيها WH زي when what how many how long how old where who وهكذا. كلمة الاستفهام ثم will والفعل مصدر وhom. how will you go هل we go to the club إزاي نروح النادي وهكذا. يعني هنا الجملة زي كده سارة will go to the cinema tonight سارة هتروح السينما الليلة دي. يبقى هنقول ايه كده؟ أسأل سؤال بوير هنا أين أكون السؤال إزاي؟ where أكون كيف السؤال هنا؟ أقول إيه؟ أقول where will Sarah go ماذا ستفعل؟ هتروح فين؟ where will Sarah go tonight؟ بسأل عن السينما. طبعا عاوز أسأل كلمة tonight دي ظرف زمان. أقول إيه كده؟ when متى؟ when will Sarah go to the cinema؟ هتروح فين؟ هتروح متى؟ تمام؟ طب لو عملت yes no أو will Sarah go to the cinema؟ yes she will أو she won't. تمام كده؟ طيب ده ممكن أسأل عن الفعل والمفعول go to the cinema أقولها إزاي؟ أقول كده what will Sarah do tonight؟ إيه اللي هتعمله سارة الليلة دي؟ شلت الفعل والمفعول what will Sarah do tonight؟ طب أعمل سؤال على السؤال ده اللي هو إيه؟ they will buy a new car next month هيشتروا عربية جديدة الشهر الجاي. طب ممكن أسأل بوات هنا أقول إيه كده؟ what will they buy next month؟ هيشتروا إيه؟ يبقى سألت عن كلمة هنا new car. طب أنا عاوز أسأل عن كلمة next month الشهر الجاي ده ظرف زمان when متى؟ when will they buy a new car؟ هيشتروا 100 عربية next month. طب أنا عاوز أسأل كلمة buy و new car أشيل الاتنين أقول إيه كده؟ what will they do next month؟ هيعملوا الشهر الجاي زي will buy a car. عايزين نسأل سؤال بول هنا أقول إيه كده؟ will they buy a new car next month؟ هل سيشتروا؟ yes they will أو no they won't. هذا السؤال yes no WH قصدي. إيه الكلمات اللي بتيجي بعرف إن هذا تدل على المستقبل؟ I'm sure I think I promise I hope maybe in the future soon if when. طيب ازاي كده؟ قالها maybe they will make ربما سيعملوا jacket to help people be cooler. I hope the weather will be nice for our picnic.
تمام، وهكذا. طيب هنا عندي if و when تيجي مع المستقبل، استخدامهم ازاي؟ عندما أن أشياء في المستقبل نعتقد أنها أن تحدث، تمام كده. ده تكون if، حالة if ايه الأولى اللي هي يجي بعد ايه if والفاعل I with you، الفعل مصدر، تمام كده. وهنا يديني كوما جواب الشرط ده، وده اسمه كله ده اسمه فعل الشرط ده، وده اسمه جواب الشرط اللي بعد الكوما اللي فيه المستقبل will والمصدر. وهنا طبعا يجي فاعل في الجملة الثانية will والمصدر مع أي فاعل، لكن اللي بيتغير في إيه؟ فعل الشرط ده بعد if. طبعا لو جات if بعدها I with you الفعل مصدر، أو don't في النفي، أو aren't أو isn't حالة if، تمام كده. لكن الفعل جواب الشرط ده ثابت، يتغير الفاعل ثم will والمصدر أو won't، لكن will ما تجيش بعد if نهائي ولا بعد when، تمام كده. أقول كده if I finish studying my lessons early today، لو أنا خلصت دراستي ومذاكرة الليلة دي بدري I will go، هروح الحفلة، تمام. طب أنا عاوز أنفي، أقول كده if I don't finish studying I won't go، مش هروح. طب لو جت هي شئت هنا، أقول كده هي شئت انتهى الفعل بعدهم بإيه؟ يا إما ES يا إما اس يا إما إيه IAS. طبعا ده المضارع البسيط اللي أنت عارفينه. طب عاوز أنفي، ننفي مع I with you don't، ومع هي شئت مين doesn't والمصدر. أقول كده if he doesn't finish studying his lessons early today he won't go، مش هيروح، نفيت الفعل هنا، تمام. يبقى دي if هي الفاعل بعدها subject البريزنت سمبل، وعارفين البريزنت سمبل يتكون من ايه؟ يا اما الفعل مصدر مع I with you والجمع، يا اما مع هي شي ات الفعل بياخد اس او اس او اي اس، او مع النفي don't مع I with you، او doesn't مع هي شي ات، تمام. بص كده if everyone shops online، لو اي واحد everyone تمام اس عشان مفرد. the shops الكومة هي is in our towns cities and cities will close، ستغلق، تمام كده. طب أنا عاوزة ممكن أبتدي بجواب الشرط ده بفعل الشرط ده أجيبه يبقى رقم 2 هنا، وده يبقى رقم 1 1 ده 1 يس زي ما أنت شايف كده. أقول لك the shops in our towns and cities will close if everyone shops online، وهكذا. يبتدئ بفعل الشرط يبقى بجواب الشرط. طب لو ابتدت بجواب الشرط بشيل الكومة دي، تمام. لكن لو جبت اف في الاول وين لازم احط كومة قبل الفاعل الثاني، الاسم الثاني. شوف ازاي هنا، قال لك بص كده اهو، قال لك سمارة will do all her shopping online when she is older. شوف هنا جاب when اهي، يبقى شايل الكومة اللي هنا دي جت، ده اسمه جواب فعل الشرط ده، وده اسمه جواب الشرط، تمام. فين اللي جاب is طيب؟ عشان بعدها صفة أو اسم أو حال أو وظيفة أو حرف جر اللي هي are و is، قام فيها ب isn't و aren't، تمام. أو تيجي بعدها doesn't أو don't مع I with you. هنشوف فين نلاحظ أن، بص كده عند التعبير عن القدرة على عمل شيء في المستقبل نستخدم عدم القدرة في عمل شيء في المستقبل نستخدم ايه؟ فاعل will won't be able to، أو will أو would لو كنت قادر على شيء يعني. مثال if you exercise regularly you will be able to improve your health. will be able to القدرة في عمل شيء في المستقبل نستخدم لو أنت قادر تتمرن بانتظام you will be able to improve your health، هتكون قادر انك كده تحسن صحتك، يبقى will be able to قادر على will be able to improve المصدر، تمام. if I'm busy جت busy هات صفة I'm busy، لو أنا كنت مشغول I won't be able to لن أكون قادر to go shopping with my friends، تمام كده. طب عاوز استخدم الفعل مع المبني للمجهول ازاي كده؟ زي ما هنشوف كده
دايما المفعول به ابتدي بين بالمفعول به will أو want to be والpast participle التصريف الثالث. هنشوف ازاي. ناخد مثلا اقول كده اللي هو الجملة ألي، تمام، مثلا will مثلا ايه وليه do will do ايه homework هيعمل الواجب بتاعه، تمام، homework، تمام. ده الجملة بتاعتها ابديها المجهول. قال لك كيف اعمل بالمجهول؟ ابتدي بالمفعول به. مين المفعول به؟ homework. طيب واجيب ايه بعد كده؟ will، ادي will، تمام، ثم اجيب be، يبقى اقول لك homework will be done by Ali. الواجب سيعمل بواسطة علي will be done. يبقى اجيب هنا المفعول به will وبعدين be اهي وبعدين ايه تاني وبعدين التصريف الثالث للفعل التصريف الثالث من do done، تمام. شوف بس بيقول لك كده اهو I hope the flying motorbike will be invented. تخترع، ستخترع، تمام. طيب will these inventions be used very much in Egypt؟ طب اعمل السؤال ازاي على المبني للمجهول؟ او ليه كده اقولها بعد ما قلت انا homework will be done الواجب سيعمل by Ali، او ليه كده will homework done by Ali؟ سيعمل الواجب بعلي. yes he will، yes it will او no it won't. ده المبني للمجهول. هنا عاوزين نصحح. هنا saves اس هي مع هي، يبقى لازم هنا يبقى فيه ايه؟ قال لك اشوف معنى الجمله if he saves enough money لو هو وفر فلوس او ادخر فلوس كفايه يعني هي هيعمل ايه؟ هيشتري لابتوب جديد، يبقى will هيشتري، تمام، will، تمام كده. محلها هو will buy نحللها هو if he practice enough you لو انت بتتمرن كويس هيجيب هنا قال لك able يبقى will be able to اهي. هنا the car next week العربية مالها؟ طب العربية هنا أقول العربية ستصلح؟ لا، ده يقع عليها الفعل. يبقى هنا ما يبتدي بالغير عاقل اللي ما ينفعش هو ينفذ الفعل أو يقوم بالفعل أجيب إيه؟ will be والتصريف الثاني زي ما قال لك will be repaired. مش معقول العربية تصلح يبقى the car will be إيه؟ repaired. ايه تاني؟ the home will be ايه؟ painted البيت سيطلع يدهن يعني. the room will be cleaned ستنظف الحجرة. مثلا the film will be watched الفيلم سيشاهد. ما اقدرش اقول الفيلم يشاهد. I hope the weather اتمنى ان الطقس ايه؟ قلنا بعده هو بيجي ايه؟ فعل ايه؟ will والمصدر will. طبعا هنا اقول ايه كده؟ أتمنى إن الطقس يكون كويس أو ليه will be. You travel to Italy in this summer. Will travel to Canada. You will travel to Canada. قال لك إيه كده؟ You travel to Italy. This أنت هتسافر You will travel to Canada. يبقى هنا أقول إيه؟ You won't travel. لن تسافر إلى كندا عشان أنت رايح إيه؟ إيطاليا. يبقى أنت مش هتروح كندا. قال له هنا أنت won't travel to Italy this summer. أنت لن تسافر إلى إيطاليا الصيف ده. You will travel to Canada. هتروح كندا. يبقى won't ما اقدرش أقول ستسافر إيطاليا السمر وهتروح كندا، يبقى هنا الجملة تبقى خطأ. to the beach tomorrow. ده سؤال عشان علامة استفهام. وطب في tomorrow يبقى في will. طب أقول إيه؟ will they ولا they will؟ ما تنفعش do ولا they هنا. ليه؟ عشان دي جملة لكن ده في علامة استفهام. يبقى لي كده will they what؟ أنا عندي في سؤال يبقى السؤال يتكون ازاي؟ will what will your family will. تمام كده، تمام. what will your family do. هنا رامز will watch a film when he هيشوف فيلم لما هو ايه؟ his homework لما يعمل واجبه. طب هنا حالة اف الأولى هنا when
بعد هي شي تيجي اس او اس او اي اس، تبقى هنا واحد يقول لي طب ما ناخد ويل فينش. قلت لك بعد وين واف ما يجيش ويل نهائي، يبقى هنا ما اقدرش اخد فينش عشان فينش تيجي مع اي وذ يو الفعل مصدر، لكن هنا هي يبقى finishes او doesn't finish. تمام. it will not snow لن تمطر if it هنا استبعد will تماما will be تماما ما ينفعوش خالص هنا بعد if او will ولا won't. واحد يقول لي طب ما ناخد does، طب ما قلت it تيجي مع does، بس هنا في صفة if it is warm لو تكون ايه ده في الجو مش هتمطر. my brother أخي his friend if he gets his phone back. قال لك ايه كده my brother أخي ماله his friend if gets هنا اس اهات ما هيش it. طب ايه my brother will call. تمام. اما ميادة and Nancy will bake cookies if they time. هيعملوا كيكة لو عندهم وقت. يبقى if زي هنا ما اقدرش اقول هاز ما تجيش مع زي تيجي مع هيش it. انما ايوه دي تاخد ايه have. واحد يقول لي طب ما ناخد will، قلت لك بعد have ما يجيش will نهائي يبقى هنا have. واحد يقول لي ما ناخد had، ما اقدرش اخد had لان دي حالة if يجي بعدها ايه present. my sister and I will be ايه هنا ايه will be طبعا انا واختي سنكون ايه will be able to clean دي. نيلي want فين المصدر هنا buy نصحها I won't go to my friend's wedding مش هروح حفل زفاف صديقي if he لم يدعوني. طب اقول ايه هنا ده فعل مصدر ننفي هي شيء ات ننفيها بمين ب doesn't. doesn't. تمام doesn't. تمام اهي doesn't. تمام كده. لكن لو في صفة كنت ايه isn't. شاهندة مالها هنا قال لك feels يبقى won't will not won't. تمام. won't اهيت او will not ماشي will not unwill مش كويسة يعني. where هنعمل سؤال where will you go if it rains هتروح فين لو مطرت. اقول لك will you عشان تبقى سؤال. will he finish his homework if he هل سيخلص الواجب بتاعه لو هي ابتدت تمطر if he starts اضيف لها اس ما هيش it. I hope my car اتمنى ان عربيتي ايه will be. طب اقول will repair ولا will be طبعا. ليه يا عمي عشان مبني للمجهول. انا اتمنى ان عربيتي ستصلح غدا will tomorrow. اقول ايه will be repaired لان ده غير عاقل. نشوف هنا time to practice. I don't think we اعتقد ان احنا I don't think we ايه طبعا هنا will انا think بعد ايه هنا will finish. we will finish our project on time مش هنخلص. تمام. this machine مالها be able to fly very high. هذه الآلة أو هنا won't be able to دي. if everyone طب everyone ده مفرد shops اوعى تاخد will هنا خطأ ولا ماضي ولا shop مفيهاش اس خطأ. if he has free time لو عنده وقت فراغ he will go سيروح الشغل النادي. what clothes will I wear if it ايه الملابس اللي هلبسها لو هي ايه لو الجو بقى برد. هنا قلت لك لما يكون في صفة تاخد is او are. if he listen to too much music لو سمع لموسيقى كتير يعني you get a headache هيحصل لك ايه صداع you will get. هي دي. if احمد ده مفرد او studies قلت لك يجي بعد اس مع المفرد.
Ola will take this medicine. هتاخد الدواء ده if she لو حست ان هي اوعى تقول لي will خطأ ولا الماضي ولا الفعل اللي مفيش اسم مع هي she it يبقى دي feels. نمبر A if you طبعا you تاخد ايه فعل بدون اس هنا will طب ما تنفعش خالص. واحد يقول لي ده بدون مضارع تام ما تنفعش ما فيش should يبقى هنا do. we won't go to the beach this weekend if طبعا if هنا ايه very windy قلت لك دي صفة يبقى لازم تقول is. نصحح I think أحمد will arrive قلت لك بعد think جه will والمصدر. سما هنا في leaves وهنا when يبقى هنا اقول ايه won't لن تسافر won't. اي هنا if you have a car will you اجيب will قبل you عشان will you drive me to work هتوصلني الشغل. if I'm not ill لو انا مش مريض I اقول ايه كده I want مش هاخد الدواء will not will not دي او won't. if you will طبعا هنا قال لك ايه play ازاي يا عمي ده هنا في will والمصدر لازم تبقى هنا if you play بشيل الايه الاي دي عشان مضارع present. تمام. طيب عاوزين نكمل الحوار ده. الحوار ده بيتكمل ازاي؟ هنشوف الحوار ده عندي بيقول لك ايه فيه ما احنا هنشوف دلوقتي. بيقول لك كده وليد is talking to with آلاء about the internet. بتكلم مع آلاء على الانترنت. The internet is very important in our life. Do you agree؟ هل تتفق معي؟ هتقول لي هنا yes I agree. نعم yes I agree. Why do you think it is very ليه بتعتقد انه هو مهم طبعا الانترنت بالامريكان انترنت او انترنت. saves time قال له هنا ده عندما تشوف علامة التعجب لازم نكتب الكلام ده تاني هنا. أو ليه كده because it saves time saves time because it saves time. طيب هنا نمبر 3 هيكون ايه هنا قال لك ايه كده how does it save time ازاي بيوفر وقت. ممكن نقول له هنا we can search for any information online. ممكن ندور على اي معلومة we can search any information online. نمبر yes I did research last year on the internet. نعم أنا عملت بحث. فطبعا سؤال بدid هنا يبقى بقول إيه كده did you did you إيه هنا حولي I إلى you. did you do any research on the internet? yes I did. هنا it was about pollution كان عن التلوث. هقول إيه كده what was your research about. what was it about كان عن إيه what was your research about. قال له it was pollution in Cairo that's interesting. ده الكلام بتاعنا. طبعا هنا قال لك ايه كده الاكزامبل النيو انفنشن. طبعا دي هنا بيتكلم عن اختراعات جديده. فقال لك اكتب باراجراف ذا موست يوسفول انفنشن. ممكن هات باراجراف مكتوب عندي اخد منه جزء واكتبه هنا واسيب حته بدايه السطر وابتدي في الستوب بجمله جديده. ماشي جمله تاني جديده مثلا خلص السطر بتاعي ابتدي من هنا وهكذا. دي الباراجراف بتاعي. هنا بيقول لك test yourself. هنا what do you think of the shopping online. ايه رأيك في الشوبينج؟ طبعا ده الليسن ده ونشوف ده what are you reading about يا رحمة. رحمة بتقرا عن التكنولوجي. طبعا هنا هتراود عندك الإجابة عطاها هو اللي هي تقول ايه كده هتقول I'm reading about technology. انت بتقرا عن ايه يا رحمة؟ هتقول I'm reading about technology. Are you interested in technology؟ هل انت مهتمة بالتكنولوجي؟ هتقول yes I am. yes I am طبعا. I think the mobile phone is the most important invention. طيب هنا بتقول ايه كده ايه اللي بتعتقدي اكثر اختراع اهم منه. what do you think is the most important invention. what do you think is the most important invention. I think the mobile phone. هترد النمبر 4 تقول لي ايه هنا هتقول له I disagree with you. هتقول ايه I disagree يعني انا لا اتفق مش متفقة معك. I disagree أنا لا أوافقك هذا الرأي. agree هنا I disagree with you.
For me بالنسبة لي the internet is more النت أهم أو أكثر أهمية. السؤال نمبر 5 هتقولي كده، هتقول في because هنا، يبقى أقول إيه؟ why. لماذا؟ لماذا إيه هنا؟ لماذا؟ why is the internet more important؟ ليه النت مهم؟ why is the وأجيب الجزء ده. why is the internet is more important. why is the internet more طبعا is مرتين، أو ليه why is the internet more important؟ ليه مهم أكثر؟ I agree with you. قالت لها عشان research get many things، بيساعدنا نبحث وندور ونجيب حاجات كتيرة يعني. I agree. قالت أتفق معك. هنكل are like planes but they don't have wings. زي الطائرات بس ملهش أجنحة، اللي هو مين؟ الهليكوبترز، طائرات الهليكوبترز. read the sentences. sentence اقرا الجملة دي into أو translate وترجمها العربي into Arabic. all the cars and factory. العربيات والمصانع والفاكتوري ربش كوز. قال لك العربيات القديمة والمصانع والقمامة بتاعت المصانع يعني بتاعت العربيات يعني cause a problem تسبب مشكلة ايه هنا؟ pollution تلوث. scientists want to find new ways to. عاوزين العلماء بيلاقوا طرق عشان يعملوا هنا، عشان يعملوا كهرباء make electricity. we will take turns هناخد أدوارنا. reading and aloud from the book ونقرأ بصوت عالي من الكتاب. أحمد his driving test فشل في التست. he has to practice لازم يتمرن كتير. failed. if you go to the Egyptian museum لو رحت المتحف المصري in Cairo this afternoon you علي هنا go ستقابل علي، يبقى you will because he's in Luxor. want to see علي. قال لو رحت شفت المتحف المصري في القاهرة this afternoon يبقى مش هتشوف علي لأن علي في الأقصر، يبقى want. تمام كده. واحد يقول له will see بتسرع ويقول لك ازاي هو في القاهرة وازاي هتشوفه؟ خطأ طبعا، يبقى want see عشان هو في life easier in the future. الحياة ستكون ايه؟ ستكون ايه؟ will be لأن هنا فيه ايه؟ صفة أسهل. عايزين نصحح هنا if علي goes es لو علي يذهب إلى الجيزة هيزور البيراميدز goes es ليه؟ عشان فعل تام أضف لها es مع علي. وائل TV if he has to study يبقى وائل ماله does not. ليه جبت doesn't هنا؟ لا مش doesn't. will not أو won't. won't أو will not مش هيشوف التلفزيون لأنه يجب أن يذاكر to study. هنا أو does هنا ده هنا في if has يبقى will your mother will. هنا come if invite علامة استفهام. if we invite you will you come ستأتي لو دعاناك will you come. ايه اللي خلى جبت في كله؟ عشان هنا حالة if اعمل سؤال بويل قبلها. if she ايه هنا؟ eats اضيف لها اس she will get لا بص هنا خلي بالك if she too much candy لو كانت حلوى كتيرة اهي. if she eats too much candy she will get a stomach ache هيحصل لها ألم في المعدة. stomach ache eats. طبعا هنا هتكتب باراجراف عن المودرن انفنشن الاختراعات الحديثة. طبعا هنا بداية الباراجراف هتسيب حتة من بداية السطر وتكتب كابيتال وعلامة استفهام فول ستوب، جملة جديدة بكابيتال فول ستوب، جملة ثالثة مثلا ورابعة، وابتدي من بداية الباراجراف ده بطريقة تكتب الباراجراف. قال لي هنا نشوف دول I could the dentist distant thunder center but I wasn't sure if it would rain. هنا أقول إيه كده؟
I caught the distant thunder. الرعد ده. But I wasn't sure if it would rain. I could ايه هنا؟ listen ولا hear ولا see ولا watch. هنا thunder يعني ايه؟ الرعد. طبعا الرعد يسمع، ما اقولش listen، اقول hear. تمام. الرعد يبقى هنا I could hear، أنا استطعت أن أنا أسمع صوت الرعد ده على بعد يعني البعيد distant. But I wasn't sure، بس مش متأكد if it would rain، لو كانت هتمطر يعني. My brother 3 languages. طب أخي هنا بيتحدث كم لغة؟ أو says ولا tells ولا talks ولا speaks. تمام كده. هنا كلمة say ما يجيش بعدها مفعول، يبقى دي ما تنفعش. هنا tell تاخد مفعول، بس ما اقولش يخبر 3 لغات. او tell me tell احمد. يجي بعدها مفعول او اسم عاقل. طب ده هنا 3 لغات، يبقى دي ما تنفعش. هنا يتحدث talk to، يتحدث الى فلان. he talk to me، بيتحدث معاي. talk to سهى مثلا، يبقى دي بعدها to ومفعول عاقل. أو talk with me to me وهكذا. إنما هنا يقول speaks، كلمة speaking بعدها اسم اللغة. يبقى دي هي اللي صح دي. أو speaks English speaks Arabic 3-5 language 5 لغات وأكثر وهكذا. نشوف هنا. هنا بيقول لي if you freeze water، لو أنت جمدت المية it into ice. طب تعمل إيه هنا؟ تجمد المية freeze، أقول إيه؟ it will turn into ice. ما أقدرش أقول it will turn، سوف إيه؟ لأنه ده عبر عن حقيقة علمية، يبقى it turns هتتحول مباشرة، حقيقة. طب مش أقول will هنا no، تبقى it turns into ice. Number 2 I hope get high marks in the exam next exam. تمام. اقول I hope هنا ما اقدرش اقول I hope get، لا اقول كده I hope هنا ايه to get. I hope to ايه to get زي ما احنا عارفين كده اهي. I hope to حرف الجر to طبعا و get. I hope to get ايه high marks. I hope to get، لما اقدرش اقول I hope get، دي الحل بتاعها. طبعا دي نهاية الفيديو. Unit 7 Prep 2 second term، ونلتقي till we meet again in the next video. See you later.